ايه بقى؟ هتعرفي تردي عليا؟ ارد عليا يا هبله؟ انت بنت اتجننتي؟ اقسم بالله اللي انت بتقوليه ده كفر. ماشي يا امنيه، اهدي بس كده وحاولي بس تردي على تساؤلاتي. تساؤلاتك يا خيين على ابو تساؤلاتك، وانا ارد على تساؤلاتك ليه من اصله؟ وانت تساليني اسئله زي دي ليه اصلا من اساسه؟ بنت انت جالك تخلف عقلي. ايه يا امنيه؟ هو انت عشان مش عارفه تردي عليا هتطولي لسانك ولا ايه؟ بقول لك ايه يا حبيبتي، بصي لي كده ماما، بصي لي انا عايزه افهم يعني انت عايزه توصلينا لايه؟ يعني مثلا يعني عايزه توصلينا ايه بكلامك ده؟ انت كده بقيتي في الحلاله. هلاله؟ ايه هلاله دي؟ هلاله دي يعني هبل، هطل، تخلف يعني. والله انا شايفه ان الهبل والتخلف العقلي هو ردودك عليا مش انا. والله وانت بتحلفي ليه بقى دلوقتي بربنا؟ عادي يعني، ما انا لسه مقتنعه ان في ربنا. استغفر الله العظيم يا رب. اقسم بالله يا نادين لو سمعتك بتقولي الكلام ده تاني هنزل الجزمه على دماغك. يا جماعه في ايه؟ مالكم صوتكم عالي؟ ايه يا اخويا، انت سايبني معاها لوحدنا ليه؟ انت سايبني مع ام لهب، دي جننت خالص. ما تحترمي نفسك بقى. لا بقى معلش، احترمي نفسك انت، والله هنزل الجزمه على دماغك. ما تقدريش على لا انا مجنونه. صوتوا بقى خلاص. نعمل لها ايه طب دلوقتي؟ يعني دي نعمل لها ايه؟ دي نقتلها ولا ايه؟ يا انا غلطت اني طلعتك. غلطت جدا على فكره. انا مش فاهمه يعني انتوا ايه علاقتكم باي حاجه انا بقولها؟ وايه اللي مزعلكم باي حاجه انا بفكر فيها؟ بقول لكم انتوا الاثنين انا مش عايزه اي حد يتدخل في حياتي، واللي مش عاجبه كلامي وتفكيري يا ريت لو ما يتكلمش معايا احسن. كده خلص كلامي. وايه اللي حصل؟ انا هقول لك يا اخويا اللي حصل وانت اشهد علينا. انا بقول لها ايه؟ جمعه مباركه. فردت عليها بغلاسه كده وقالت لي ايه جمعه مباركه دي؟ انا بقول لها كده عشان تخش تصلي لها ركعتين، تقوم تصلي الظهر. لقيتها بتقول لي كده، فجاه لقيتها بتقول لي وانا اصلي ليه؟ وانا اصلي لمين؟ ما خلصتش. هي اتجننت ولا ايه؟ اقسم بالله انا في كابوس، انا مش عارف ايه اللي عامل فيها كده. قول لي احكي لي يا اخويا ايه اللي حصل ده؟ حصل معاها ازاي يعني؟ من النت، فيسبوك، تويتر، في ناس كتير بتفكر بنفس تفكير نادين، ونادين دماغها شغاله 24 ساعه زي ما انت عارفه. بس دي مش طفله، دي دكتوره. انا مش عارف اعمل لها ايه. لا ولا حاجه يا اخويا، زي ما انت قلت دي مش طفله خلاص، منها بقى لربنا، هنعمل لها ايه؟ هو بقى يوريها غضبه. حسبي الله ونعم الوكيل، حرقت دمي. سلامتك، ألف سلام عليك يا سميرة. الله يسلمك يا كرم. على فكرة أنا زعلان منك يا كرم. نعم يا أخويا، زعلان مني ليه بقى إن شاء الله؟ أنت ما تسألش عني خالص. لا حوش يا أخويا أسئلتك أنت وزياراتك اللي ما بتخلص. يا عم أنا قادر أتحرك ولا قادر أقوم مكاني. يا عم بقى أنا عارفك، أنت عايزني أجي وأقعد جنبك وتقعد تناكف فيا في الفاضية وفي المليانة. جوزك ده ما بيتفقش معايا أبدا في أي حاجة. أنا أقول يمين هو يطلع شمال. ربنا يديكوا الصحة ويخليكوا لبعض. آمين يا رب. إحنا كلنا عايشين في عمارة واحدة على الفاضي، محدش بيسأل عن حد ولا حد داري بالتاني. مفيش غير حاتم الله يكرمه. حالة إيه دي؟ عيالنا عادونا يا توفيق. طب تصدق بالله انا بقالي شهر عدى عليا ولا شفتش الواد ابنك، الواد اللي اسمه احمد ده، ما شفتوش. بس كنت انا ما شفتوش بقالي اسبوع. اتفضل، بقينا في اخر الزمان يا توفيق. فاكر يا كرم في بيت ابوك يوسف؟ كان العيلة كل يوم تشوف بعض مرتين وثلاثة في اليوم. الصبح نفطر مع بعض ونتغدى مع بعض، واللي ما جاش على الغدا لازم يجي على العشاء بالامر، لازم. يا سلام، كانت دنيا وديني، كانت دنيا غير الدنيا، لكن ما تبقاش منها الا المساخه. المساخه دي سابتنا احنا كمان، لا بقينا نسال عن حد ولا نعرف اي حاجه عن حد. لما سميره تعبت امبارح اترعبت، مت في جلدي. يا سيدي على الحب اللي بعد 70. الله اكبر من عينك. احبه انا.